السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفه، جبت لكم بوم اليفغ من غير فازلين. هاد الخلطه طبيعيه 100%. كتخلي الشفايف، يعني الشفايف الناشفه والداكنه. والخلطه مكوناتها من العسل والزيت البلديه. وكنعرفوا بلي العسل كيعتبر من اكثر المواد اللي كتساعد على ترطيب ونعومه الشفايف، اللي كتعطيها كمان لون وردي الفاتح. الوصفه هي غنبداو بخلطه. غناخدو 2 معالق صغار تاع العسل الاولى، المعلقه الثانيه، ومن بعد ناخدو معلقه صغيره تاع زيت البلديه، ومن بعد غادي نحتاجو اما عكر يكون جديد يكون مزيان، او فغا بوبيير اللي موجود، اللي عندنا موجود. ونحتاجو بواطه بحال هكا اللي غنديرو فيها هاد بوم اليفغ، لان تكون معقمه ويجلس معنا مده طويله. وانا غندير غندير فابي، ندير العكار، غندير هاد اللون. بغيتو تخليوه هكا طبيعي ما ديروا فيه حتى لون، يمكن تخليوه هكايا طبيعي بلا حتى حاجه، ممكن تداووا به الشفاي ديالكم اللي كيبغيش يدير اللون. واللي كيبغي يدير اللون راه يدخل فيه اي لون كيبغي. صافي غندير هاد اللون هذا. دابا حنا داخلين على الصيف، اللون فاتح دابا هو اللي مزيان. نزيد شويه كنغدو باش ما نهرسو ما والو لهاد الغجاليف ديالنا، هكا بشويه. ومن بعد كنخلطو حتى كنحصلو على اللون اللي حنا بغينا. خلطو مزيان مزيان. فوالا حتى كنحصلو على اللون. انا بغيت هكا اللون هكا غوز، غادي هكا شويه الفيولي. ومن بعد كنحطوه كيولي عندنا بحال هكا، كنحطوه في البواطه اللي عندنا بحال هكايا. بحال هكايا. ومن بعد كنسدو عليه وكنحطوه في الفريزر في الكونجيلاتور مده 3 حتى 4 السوايع. ومن بعد 4 السوايع ها هو يوجد، ها هو كيجي غزال. كيبان لكم ولا لا؟ فوالا كيجي زوين وكيجي مزيان. ممكن ديروه بالليل وتنعسوا به، ممكن ديروه بالنهار، ديروه في اي وقت، راه معالج وكيعطي اللون كله للشفايف. هذه هي وصفتي اليوم. الى عجباتكم ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم ومع احبابكم، ما تنساوش تعملوا جيم، وما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم، فيديو قادم ان شاء الله.